واحد السلام عليكم البنات، اجي نشارك معكم هاد الكوزامي هادي اول باستيشيو. اول مره غادي نديرها في القصريه بحكم انني عندي ضياف عزاز اللي تزقاو على بركه الله. كما كتشوفوا جات مقرمشه. بالنسبه لي زانغريديو اللي كنحتاجو فيها الفريت، اي واحد كيعرف يطيبها. بالنسبه الفرomاج ضروري خاصو يكون، اما هذاك المربع ديال الساندويتش. بالنسبه لهاد لانشون زدتو اختياري، اللي بغى يديرو مرحبا، اللي ما بغاش يديرو يعني اختياري. بالنسبه لهنا الكفته ديال اللحم، دزت معها شويه ديال البصيله، شويه ديال البزار، شويه ديال الزعتر، شويه ديال المليحه، وشحرتهم على المهل حتى نشفات، يعني ما يبقاش فيها هذاك الماء، وطابت على حقه وطريقه. وبالنسبه للمذاق جات يا سلام. بالنسبه للصوص بيشاميل، ديت هنا طرو ديال الحليب، درت فيه 2 معالق ديال الزبده، 2 معالق ديال الدقيق، الزعتر، البزار، شويه ديال الملحه، ونخليه يطيب كلشي على خاطرو. ومن بعد انني هنا ما تشدت لياش واحد اللقطه، ان خديت الكريمات ديال الطبخ حتى هي زدتها هنا، حتى طابت ليا صوص بيشاميل، عاد زدتها هي الاخرانيه، يعني ما تشدت لياش صافي. بالنسبه لهنا فين غادي نبريزونطي، غادي ناخذ القصريه هنا. ونسيت لي بات حتى هي درتها من بعد 9 دقائق بانها طابت في شويه الزيت ومليحه واوراق الغار. هنا اول حاجه غادي نبداو نسميتو ندريسو هنايا كما كتشوفوا القصريه ديالنا. هنا درت الصوص بشاميل هي الاولى، كندير لي بات هنا بحكم انني عندي ضياف عزاز. درت لهم هاد القصريه هذه تبارك الله. مهم جات البنه رائعه. كنديروا طبقات لي بات، موراها صوص بيشاميل، كنديروا الفريت، لانشون. هذا اختياري تنقول لكم. بالنسبه لي انا لادند كان هذا لادند كان عندي، انا حسب لي كاين ساعه ما لقيتوش، ولكن ماشي مشكل. صافي درت موراه الكفته. صافي كنزيدو صوص بشاميل عاوتاني كنعاودو من الاول. لي بات الفريت كما كتشوفوا. بالنسبه لي انا النوعيه ديال لي بات درت الفيس صافي. وكما كتشوفوا كما درنا الطريقه الاولى غادي نديروا الطريقه الثانيه، وحنا كنزيدوا في صوص بلونش. هنا تبارك الله درت كميه كثيره يطرو ديال الحليب، باش انها القصه تجي منغنغه كما كنقولوا بلا صوص. صافي الفريته هي كذلك جات بنينه، واحد القصريه رائعه. البنات لو وصلتوا لهنا ما تنسونيش باللايك والمتابعه والبارطاج. الله يجزيكم بالخير، احبكم في الله. هنا صافي كنحاول نصوصيها مزيان بصوص بيشاميل اللي بقات ليا صافي، وانني كنحاول نغطي الجوانب ومن الفوق باش تجي معلكه كامله. وبالنسبه للفرomاج اللي درت موتزاريلا هو اللي كان متوفر عندي، اللي عنده الفرماج الاحمر يزيدو حتى هو كذلك، واللي عنده حتى الفرماج ساندويتش يزيدو مع صوص بيشاميل حتى هو كيجي واحد التعليكه واحد المذاق رائع، خصوصا الفرماج الا كان شيدار حتى هو خطير. صافي من بعد شعلت الفران من التحت ومن الفوق، ودرتها طيب من با واحد ثلث ساعه، يعني كلشي طايب فيها غير